وحشتوني كتير جدا جدا. النهاردة بقى عايزة اقول لكم حاجة مختلفة، ان النجاح ممكن جدا تكون بدايته فشل. وده على فكرة معظم الناس اللي بتوصل لنجاح معين بيكون البداية عندها هي الفشل ان انت شايفه من وجهة نظرك انت اللي انت معرفتش تحقق حاجة، لكن في الحقيقة هو على الاقل يا سيدي يعرفك ايه هي نقط الضعف اللي انت مريت بيها، ايه التصرفات الغلط اللي انت عملتها، وتعرف ان انت تشتغل عليها وبعزيمتك وارادتك واعتمادك على مهاراتك وقدراتك. ده طبعا بعد قدرة ربنا سبحانه وتعالى هتقدر وهتعرف تحول الفشل اللي انت مسميه ده فشل لنجاح ملهوش حدود. بالعكس كمان انت بايديك بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انت تعرف تحققه لتميز من نوعه، بس لو انت حبيت ان انت تعمل كده. احنا لما بنحط حاجة في دماغنا بنعرف نعملها كويس جدا جدا. وعلى فكرة اي تجربة انت ممكن تكون مريت بيها، حتى لو كانت تجربة حب انت شايف ان هي فاشلة من وجهة نظرك، او حتى تجربة صداقة، لا بالعكس هي علمتك حاجات كتير جدا وخلتك ان انت تعرف تكتشف حاجات كتير جدا جوه نفسك، انت هتعرف تحولها لنجاح ملهوش مثيل. وعايزة اقولك كمان على حاجة، الناس مش هتعرفك ولا هتسندك ولا هتقف جنبك غير بعد ما تحقق نجاح معين. يعني ما تنتظرش حاجة من حد ابدا. اوعى تفكر ان الناس اللي حواليك دول هيساعدوك، بالعكس ده ممكن كمان يحبطوك ويقولوا لك لا انت بتعمل كده ليه، انت اصلا ما ينفعش، انت المجال ده مش بتاعك بصراحة. لكن بالعكس مفيش حاجة اسمها المجال ده بتاعك ولا المجال ده مش بتاعك. في حاجة اسمها ان انا لو اشتغلت على نفسي في الحتة دي وانا مقتنع اصلا بقدرات نفسي وهعرف احقق كويس جدا. بعد بقى ما تنجح وتبقى متميز، ساعتها هتلاقيهم بيقفوا جنبك وبيساندوك كويس جدا. فما تزعلش، لان دي حاجة اساسا حاجة طبيعية جدا. لازم تعرف تحول المستحيل لممكن. ايوه المستحيل بيتحول لممكن. وبمناسبة بقى ان احنا داخلين خلاص بقى على سيزون الدراسة، خلاص بقى الدراسة بدأت، فطبعا انا في الولاد مش كل المواد بيحبوا يذاكروها، فيجي يقولك ايه، لا معلش المادة دي اصلها تقيلة كده على قلبي، انا ما بحبهاش، انا مش عارف افهمها. لا، انت تقدر ان انت تحول الحاجة اللي انت مش فاهمها دي، تحولها يعني تحول السلبي لايجابي. لان طبيعي جدا ان احنا مش هنسأل حضرتك ايه المواد اللي انت بتحبها عشان تذاكرها، وايه المواد اللي انت ما بتحبهاش مش هتذاكرها. انا بذاكرها علشان اكون متميز، عشان اكون شاطر، عشان اعرف ان انا اكمل حياتي بطريقه افضل. وطبعا انا عمري ما هعرف اكلمه في الكلام ده غير لما انا يكون شايف حاجه حياتيه قدامه، شايفني ان انا كمان بعمل الحاجه، ان انا اقدر ان انا احول الحاجه اللي هم بيقولوا عليها مستحيل لممكن في حاجات حياتيه في البيت. فاقول له يمكن تكون اساسا الغلط في طريقه مذاكرتك، انت مش عايز ان انت تحبها، بدليل ان انت لو حطيت حاجه في دماغك هتعرف. لو انا عطيتك جيم في الموبايل ايا كان ايه هي وانا ما بعرفش اعملها، بقول لك وانت بتعلمني وبتفضل ورا الجيم ده لحد ما بتعرف ازاي بتتلعب وتحقق كمان فيها سكور. طيب خلاص يعني انت بتقدر اهو، خلاص يبقى احنا عندنا كمان المذاكره دي مهما كانت المادة اللي انت بتعملها. يعني انا دايما حتى بكلمهم كده في البيت، مهما كانت المادة اللي انت مش حاببها دي، لا انت المشكلة في طريقة المذاكرة بتاعتك، ويمكن تكون المشكلة في المدرس. طب لو انا خلاص متأكد وعارف ان المدرس اللي هو بيشتغل المادة دي الدنيا تمام معاه، يبقى انا المشكلة عندي انا، ان انا افضل اقنع نفسي او افضل اقول انا بحب المادة دي، انا بحب الماده دي. على فكره بجد مش هزار، يفضل يقول كده جوه نفسه ويقولها كده بصوت عالي، هيتحول ده اوتوماتيك على طول ان هو هيحبها. زائد ان هو يغير طريقه المذاكره ويعرف ان انا مش بذاكرها لحبها، انا بذاكرها عشان اكون متعلم واكون شاطر كويس جدا. ودايما فكر نفسك باي موقف انت بتمر بيه ان انت تقدر وتقدر تواجه اي حاجه في الدنيا مهما كان حجم وكم المشاكل اللي احنا بنمر بيه. غير حياتك وخليك بسمة حب. كانت معاكم بسمة فتحي، أخصائية تخاطب وتعزيز سلوك وتنمية مهارات. أسيبكم في رعاية الله.